لقطة غريبة وعجيبة من أغرب لقطات كرة القدم. شاهدوا أحمد ياسر ريان يضيع الكرة والمرمى خالي تماما أمامه بطريقة لا تصدق. في البداية قبل ما تشوف الكرة ضاعت إزاي ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. أضاع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوباترا واحدة من أغرب الفرص في التاريخ بعدما وضع الكرة في القائم والمرمى خال تماما أمامه. وأثناء مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا في الدقيقة 64 ارتكب مدافع بيراميدز أسامة جلال وحارس المرمى أحمد ميهوب خطأ كبير وفشلوا في تشديد الكرة ليخطفها أحمد ياسر ريان ويتوجه إلى المرمى الخالي، لكنه بغرابة شديدة يضعها في القائم في لقطة لا يصدقها عقل. وحقق فريق بيراميدز المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو.